سنة 1985 شركة كوكاكولا بعد ما كانت مسيطرة على السوق بتاع المشروبات الغازية، طلعت لها حد جديد كده أو شركة منافسة ألا وهي شركة بيبسي، وبدأت تاكل حصة كبيرة جدا من السوق، قد تكون تقريبا أكتر من النص. فبالتالي جت الشركة تعمل ريلونش للكوكا القديمة، وقالت ان هي تغير في الطعم وتنزل منتج جديد، ومتوقعه ان بعد ما عملنا التيست والابحاث والدراسات ان هننزل منتج جديد احلى واحسن بكتير جدا من طعم البيبسي الموجود. ولكن الشركه بعد الثلاث شهور تتفاجئ بفشل ذريع، ثوره، وكمان ناس واقفه قدام الشركه بتطالب ان هم يرجعوا الطعم القديم. ده ببساطه لان الشركه ما كانتش فاهمه ايه هي سلوك المستهلك، او ان الناس ما كانتش محتاجه طعم مسكر اكتر او طعم احلى اكتر. الناس كانت محتاجه تشرب كوكاكولا عشان تفتكر بيها الذكريات القديمه. لو جيت تطبق الكلام ده في المجال بتاعنا في الفارما اندستري، هتلاقي سنه 2007 شركة فايزر، واحدة من شركات المالتي ناشونال كومباني، أنتجوا علاج جديد هو عبارة عن أنسولين بس بيتنفس بيه عن طريق الرئة، بتاخده بشكل انهاليشن أو استنشاق، على العكس الأنسولين المشهور المعروف اللي هو بيتاخد في صورة انجكشن. فأنت لو جيت فكرت فيها كده، دواء سابق عصره، ثورة في الإنتاج، دواء قوي جدا، نتائجه ممتازة جدا، سريع جدا في التأثير، فليه لأ؟ كمان الناس بتبقى منزعجه جدا كمرضى من الانجكشن، وفي نفس الوقت الانجكشن كتير في اماكن معينه في الجسم بيبدا يعمل لها تضخم او هايبربليجيا، فبالتالي المريض ما بيبقاش ساتسفايد ليها. للاسف بعد سنتين من التطوير ومن الابحاث، ومن الشركه صرفت اكتر من 2.8 مليار دولار على الابحاث والاستادز اللي اتعملت علشان تطلع منتج ثوري ومنتج قوي زي ده، ما لقاش رواج مع الدكاتره، ما اتكتبش، البيشنت ما اخدهوش. لما تيجي تدور على الاسباب اللي ادت لفشل منتج زي ده ثوري جدا قوي جدا محتاجينه بجد البيشنت عشان هو يخفف عنهم الالم، هتلاقي ان المشكله كانت في ثلاث حاجات. اول حاجه ان الشركه ما كانتش موفره اديوكيشن قوي للميديكال ريب، وبالتالي ما قدروش يعرفوا الدكاتره طريقه الاستخدام. ولما الدكتور ما يبقاش عارف طريقه الاستخدام، اكيد مش هيعرف يوصلها للبيشنت بشكل سلس وشكل سهل. في نفس الوقت هو كان غالي جدا، هو ثوري، هو حاجه قويه جدا، ولكن سعره مقابل للانسولين اللي بيتاخد عن طريق الانجكشن كان كبير جدا، وهو ما بيقدمش قيمه مضافه او ما بيقدمش حاجه جديده. ما انا ايه المشكله؟ ادي انسولين مثلا ب 100 جنيه والتاني ب 1000 جنيه. طب انا لما اخد ال 100 جنيه اخد حقنه شكه الحقنه ولا شكه جيبي من الاخر؟ الحاجه بقى الثالثه، ودي اللي كانت مشكله كبيره قوي، ان الشركه ما درستش سلوك الدكاتره. هل الدكاتره متقبلين فكره ان الانسولين يتاخد عن طريق التنفس ولا لا؟ دكاتره كتيره جدا كان عندها تخوف ان هو ممكن يكون ليه اثار جانبيه على الرئه، خصوصا ان الشركه ما وضحتش الموضوع ده. على العكس بقى هتلاقيه مع منتج تاني لنفس الشركه، الا وهو الفياجرا. الشركه مع التجارب السريريه وجدت ان الفياجرا اللي كانت في الاول هي ليها انديكيشن خاص بمرضى القلب، ولكن مع التجارب السريريه لو ان هو بيقدر ان هو يمبروف السكشوال لايف بالنسبه للميل، فبدات تاخد ابروفل من الاف دي اي على نيو انديكيشن. وهنا بدات الشركه تعمل ريلونش للبرودكت، ومبيعاته طارت في السماء، ولحد النهارده هو واحد من الماركت ليدر مش بس في امريكا، ده في العالم كله. هنا بيكمن دور واهميه اللونش او الريلونش للبرودكت. هل انت شايف ان انت كميديكال ريب مالكش دور وده دور الشركه بس في اللونش، ده دور الماركتنج تيم بس في اللونش؟ بالعكس، انت قد تكون اهم واحد في اللونش ده، وده اللي هنوضحه النهارده في الفيديو بتاعنا. ازاي لو جالك لونش يبقى الموضوع بالنسبه لك حاجه تتكتب في السي في وتبقى سكسسفul لونش، مش لونش جاي لك انت شايل الهم ومش عارف ابيع والناس كلها شغاله كويس جدا وانت مش شايف منه اي نتيجه، والدواء اللي المفروض ان هو يكون حاجه تمبروف الفيوتشر بتاعك وحاجه تحسن ارقامك وضعك جوه الشركه، بقى هو الحاجه اللي مبينه فشلك جوه الشركه دي. اللونش بينقسم معانا لثلاث خطوات. اول خطوه هي مرحله البري لونش ما قبل نزول الدواء. ايه ده؟ في حاجه محتاج اعملها؟ محتاج. لو انت عندك دكاتره انت بينك وبينهم ريليشن قويه، دكتور هل انت عندك مشكله في البيشنت بروفايل 1 2 3، وابدا اشرح له البيشنت بروفايل ده. والله مش لاقيين له دواء. طب دكتور انت ايه البروتوكول اللي انت بتمشي عليه عشان تعالج الحالات دي؟ فيبدا يقول لك والله انا في الحالات دي بدي اكس واي وزد. فانت هنا بتعمل زي دراسه جدوى، هل المنتج بتاعك ده لما ينزل الدكاتره بتكتبه ولا لا؟ الدكاتره هتدخله في البروتوكول
ولا لا، الدكاتره هتبقى مرحبه بيه ولا لا. وزي ما قلت لك حاول تستغل الناس اللي انت ليك بيهم ريليشن قويه، انك تقول له طب ايه رايك لو نزلنا ماده فعاله فلانيه او نزلنا الدواء الفلاني بالتركيزات الفلانيه، هل هو بالنسبه لحضرتك هيبقى فيه اكسبتنس ولا لا. مهم جدا كمان تبقى عندك فهم قوي علمي للدواء بتاعك، وده الشركه بتاعتك هتوفر لك فيه تريننج، ولكن دورك هنا مهم انك تذاكره كويس جدا، تعرف الفيتشرز وازاي تعكسها ببنفيت، تعرف السترينث بوينت اللي عندك وادرس المنافسين عشان تعرف ازاي يبقى ليك كومبيتيتيف ايدج او يبقى ليك سيلينج بوينت عليهم تقدر تقدمها للدكتور، تقول له ان المنتج بتاعك بياد فاليو المنتج القديم ده ما كانش بيوفرها. اخيرا في مرحله البري لونش اعرف مين هم اكبر الصيدليات، في صيدليات كده في كل اريا بتبقى عايزه توفر اي دواء نزل، ليه؟ عشان ما تخسرش اي روشته، فهو بالنسبه له اي دواء هينزل هيوفر لك على الاقل حتى علبه. اعرف مين هم الناس دي واعمل بيهم لسته. اعرف مين الدكاتره اللي بيحبوا ان هم يجربوا المنتجات لاول مره، في دكتور يقول لك انا ما بحبش يبقى الروشته بتاعتي محفوظه او اسطمبه، فبيحب ان هو يجرب منتجات كتير. اعرف مين هم الناس دي عشان الناس دي هتحتاجهم بالذات في اول مرحله من مرحله اللونش. واعرف مين هم الليت ادوبتر والايرلي ادوبتر، فانت اعمل لسته بالدكاتره واعمل لهم سيجمنتيشن، مين في الاول هيكتب ومين اللي مع الزيارات والفولو اب هيكتب بعدين. تاني ستيب معانا وهي خلاص مبروك المنتج بتاعك نزل بقى متوفر في كل ديستريبيتور ودخلنا مرحله اللونشنج فيز. فاكر الصيدليات اللي احنا قلنا عليها اكبر صيدليات في كل تريتوري بتحب توفر الدواء ده؟ ابدا روح للصيدليات دي ووفر الدواء هناك. بلاش بقى مشكله الفرخه ولا البيضه، اصل الصيدلي بيقول للدكتور اللي سامنيه يكتب والدكتور يقول مش هكتب غير لما يتوفر. عشان تحل الازمه دي انت محتاج تروح للصيدليه دي وتوفر عندها، وتروح للدكتور قول له انا موفره في صيدليه اكس واي زد، ولما تكتب اللي تحت دي يا دكتور هتوفر. اقول لك على خدعه كده كنت بعملها في بعض الصيدليات عشان الصيدليه دي توفر، كنت اخد رقم تليفون الصيدليه دي لو هي موفره مثلا واتساب او موفره تليفون عشان توفر اوردرات دليفري، واسالها على المنتج، الو ازيك عندك المنتج الفلاني؟ فهي بتقول لك لا والله مش عندي. طب ممكن تكتبوا لي في النواقص؟ فيروحوا مسجله في النواقص، ولما يتوفر تلاقيه بيكلمك. انا ما بقولكش تعمل ده على طول، بس هي ممكن حاجه ممكن تعملها عن طريق انك تساعد الدواء دوت ان الماوس شيرنج بتاعه يكتر والصيدلي يسمع عنه اكتر فيوفره. وفي حته مهمه قوي انت محتاج تعرف هو مين الشخص اصلا اللي جوه الصيدليه اللي بيوفر الدواء. انت ممكن في التوقيت اللي بتروح تاخد فيه الفيدباك ده حد مش مسؤول عن الطلبيات وفي حد تاني هو المسؤول، فبالتالي لازم توصل للشخص ده عشان تقفل السايكل بتاعه السبلاي دي. كمان يا صديقي ما تنساش ترجع للتارجت ليست اللي اتكلمنا عليها، ان انت عامل سيجمنتيشن للدكاتره بتاعتك في الليسته، مين الايرلي ادوبتر ومين الليت ادوبتر، مين الدكتور اللي هو هيكتب اول ما ينزل الدواء ومين الدكتور اللي محتاج فولو اب كتير ومع الوقت هيبدا ان هو يكتب. والدكتور اللي هو بيكون ايرلي ادوبتر ده محتاج منك فولو اب عنيف في الاول، زود زياراتك، لو بيتزار مرتين خليهم 3، لو بيتزار 3 خليهم 4، ابدا زود من الفولو اب ده واسمع منه الفيدباك عن الموليكيول بتاعك واخبار الساتسفاكشن بتاع المريض ايه. كمان ما تنساش الديستريبيتور عشان ما يبقاش انت عمال تبني مجهود كبير جدا وفي الاخر انت اصلا ما عندكش سبلاي ليه. انا شخصيا حصل معايا الموقف ده في دكتور ما كان عندي لونش في الشركه بتاعتي وكان بيكتب لي كويس جدا والصيدلي بيوفر والدنيا ماشيه كويس، مره واحده لقيت الدكتور بيقول لي انا بطلت ليه يا دكتور؟ اصل الصيدليه بتقول مش لاقيينه وده بقى ناقص ايه ده احنا في لونش. نزلت للصيدلي بقول له انت ليه بتقول الدكتور ان هو ناقص؟ قال لي انا سالت عليه في كل الشركات مش لاقيه. اكتشفت ان الشركات موفره منه كميات صغيره جدا، 10 علب 5 علب 50 بالكتير قوي في اكبر ديستريبيتور. فانت محتاج دايما تتاكد من ان الديستريبيتور عنده سبلاي، فكل فتره والتانيه اتشك كده كل شهر ان السبلاي عندك قد ايه، الستوك عندك قد ايه، ولو في مشكله في الستوك كلم مديرك عشان يوفر ستوك اكبر. اخيرا محتاج تسيب ريمايندر تولز عند الدكتور عشان تساعده ان هو يفتكر الدواء بتاعك. الفيجوال او الحاجات اللي بنشوفها بعينينا بنفتكرها اكتر من الحاجات اللي بنسمعها بودننا، فانت ممكن تقول كول قويه جدا كل ممتازه جدا بس الدكتور عايز يكتب ومش فاكر اسم الدواء كان اسمه ايه، فبالتالي محتاج تسيب له ريمايندر على حسب بقى شركتك بتوفر لك ايه من ريمايندر تولز. بلس طبعا انا بنصح جدا ويمكن دي حاجه طبعا بالالاينمنت بتاع مديرك والماركتنج انك توفر لونش ايفنت لوكالي في الاريا بتاعتك، صدقني بيفرق معاك جدا والريزلت بتاعته بتكون ممتازه، سبيشال لما بيكون السبيكر بتاعه حد KOL او حد ايميننت في الاريا بتاعتك. اخيرا
تيجي مرحله البوست لونش، الدواء بتاعك نزل، عملنا عليه اكتيفيتي، عملنا عليه مؤتمر، دكاتره سمعته، اتكلمت مع كل الدكاتره في الليسته بتاعتك اتليست مره واحده. تيجي بقى مرحله البوست لونش اناليسيز، انت هنا محتاج تاخد فيدباك، اعرف مين الناس كتبت ومين ما كتبش. طب اللي ما كتبش ليه؟ هل المعلومه مش واصله؟ هل محتاج ان انت تزود من الفولو اب بتاعه ولا لا؟ هل محتاج يسمع من ايمنت سبيكر تاني ولا لا؟ دور على الدكاتره اللي بتكون ادفوكيت ليك وهم اوريدي ايرلي ادوبتر وخلاص كتبوا لك الدواء بتاعك، خدهم معاك في جروب ميتنج او خدهم معاك في اي في اكشن، بحيث ان هم يسبورت المسج بتاعتك مع الدكاتره. انت هتتكلم مع الدكاتره بتاعتك عن الدواء الجديد وبتعمل برزنتيشن، استعين بيه في ان هو يشير الفيدباك، يشير مع الناس قد ايه الدواء بتاعك ده قدر يمبروف الكواليتي اوف لايف بتاعت البيشنت، فهو يقدر يشير الفاليو اللي بيقدمها البرودكت بتاعك مع الدكاتره. لما بيسمعوا من دكتور تاني الموضوع بيبقى ليه تراست اكبر بشكل كتير جدا. محتاج كمان تطور الزياره بتاعتك. دايما 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 في مرحله اللونش ما تكبش المعلومات كلها مره واحده، وان كول وان مسج، عشان كل مره انت في حاجه جديده بتقدمها للدكتور، بتوري له استادي جديده، بتوري له جايد لاين جديد، بتوري له انديكيشن مختلف للدواء بتاعك، بتتكلم معاه في بيشنت بروفايل مختلف، اكيد الدواء بتاعك ده مش لبيشنت بروفايل واحد، فابدا اتكلم وطور من الكول بتاعتك دي، عشان كل مره انت بتضيف للدكتور ده معلومه جديده عن الدواء بتاعك ده. ممكن ما اقتنعش باول معلومه او هو ما عندوش اول بيشنت بروفايل، بس ممكن يقتنع بالثانيه او عنده بيشنت بروفايل الثاني. اخيرا محتاج تشير الفيدباك اول باول مع التيم بتاعك، مع مديرك، مع الماركتنج، واسمع من زمايلك في الاريا. ساعات بتسمع فيدباك من اسئله او حاجات هم ممكن يقابلوها مع الدكاتره بتاعتهم قبلك، فبالتالي بيبقى عندك انت رد جاهز. اول ما تقابل السؤال ده من الدكتور انت اوريدي عرفت ان صاحبك اتسال السؤال ده وازاي ترد عليه. فدايما شير الفيدباك مع زمايلك واسمع منهم الفيدباك، هيفيدك جدا. اخيرا خليك عارف ان اللونش مش هو مرحله ان الدواء بتاعك توفر في الصيدليه او ان الدكتور كتبه. في مرحله اللونش هتلاقي الدنيا بلاتو 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 كده، مره واحده هيحصل جروس عنيف جدا للارقام. الشركه مثلا بتبيع 100 200 300 ألف، مرة واحدة هتلاقي 20,000 و100,000، ويبدأ الدواء بتاعك إن هو ينتشر بشكل كبير جدا. هي دي مرحلة اللونش، وهي دي السكسس بوينت اللي أنت محتاج توصل لها. أنا كده خلصت. لو أنت عملت قبل كده لونش اكتب لنا في الكومنت وشير معانا الاكسبيرينس بتاعتك وقول لنا ناخد بالنا من إيه. مستني أسمع تجربتك في اللونش اللي فات. اكتب لنا كومنت واعمل فولو وسبسكرايب.